الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة معها من أوماء صح لمن لم يقرأ في أنف أخرج بفاتحة الكتاب فاتحة. ومقع سورة الفاتحة إليه مقع يجا كمين باقي نفقدهم يا شيخ قراءة الأولى إيمانا يا الصلوات كالشمسة وحي واجبة يا وحي سنة لبضل وقدهم لي. حديث قواري قبل عليه حديث عبادة بن الصامت وحنا الماما يا نبي لي عليه الصلاة والسلام لا صلاة. أحاديث برضه نصمرني أو اسم إنت الله سوى لا ناسية أو للجنس أعمل للجنس وطير خطوة هذا الله معنه لأن حدثنا لا وضوء لا صلاة لا صيام لا إيمان. وحلو غسيلة يعني قصوى معنا أو معنا يسوى من دونه إلا غسيلة لا صلاة أي صحيحة صلاة في أنصح ميت ومعنى والله لا تجزي لا تصح وتسمعه. طيب معني هذا اللي يجون يوم الصورة المسلم، لكن قاعدة مشينا وحي هاي أفضل كونه يهدي وحلا جيده سيدا وجود في سيدا جيده. هدينا نقول لا صلاة معناه دواء هاي صلاة في أهم ثم نتعيش واقع أنا قد عميت أصل هو نفي الوجود صلاة إلا هلا إلا جيده، لكن معناها كهذا أن يكون قادنا صورة قلبنا هو يدعك صلاة بلا تتحيل لكم صلوا على غير غير. إذا الوجود سوى نفقار أصل هو الوجود كالوقار. هذه وجود سيدا جريتان في سنة الذين يهدي السورون ويجرون وحن فقام إن السيدة فينا وأنصح فقام إن السيدة فينا وأنصح يعني أودع كرا لكن شرع يقوى أنصحنا والله كأقبل ما كاس هذه لذن بجبنا وكان وسرود وايو وحاول بين نفي الكمال ومعنه يا هي لا صلاة كاملة صلاة كاملة معها وبمعنى ينصح لكن تم الشرط هي كمال في أهل الجانب. هل كان نحن قاضينا إذا أفضل كأف نفي الوجود الشرعي والصحابي بمعنى الصلاة شرعي وافقا وبلا فاتحة مدعي هذه أي دعوة شرعي موافق صلاة النوع الشرعية يعني أنصح الميت أي معنى تعالى معناها أنا واحد نصي حيثين رواية حديث لي هاي بعض الألفاظ وحكومين لا تجزئ صلاة بالجزم تجزئنا عدم الإجزاؤنا وعدم الصحة وأنا لا أنصح. إذا المعنى لو بطبح يا واحد نقول إنسان صلاة بلا فاتحة أنصحني، لكن ما واحد لو ذكي صلاتي ولا شيء انت تحل ولي ما دام انت الله كبره مسرك حتى الصوكم من فاتحة الغليمة إلا واحد الصلاة بلا فاتحة أنصح الميت. ولذلك هذه فاتحة كلمة للي ما جو نحن نقرأ نقول ايش لبضا احتمال وحديث وكل مرة يعني حديث الوجه الدين يا الصلاة بلا فاتحة لا ينصحك. إذن صلاة يا أفر تخذك وبنيدا ومصدح يا عمال لبضا هل فاتحة دين ولي ما صلاة فاتحة لما
وصلاة فاتحة لكن واحد لها معناها نوعة ومهجور ومن لم يتغير إذا حديثك لا يعطينا سواء اللغة إذا ركعت خاصة أو صلاة كاملة فاتحة اللغة حتى إلا بطاهي صلاة الصباح وكلا لا فاتحة اللغة حتى يفتح تهي فتح اللغة ليواسف سيدانا واسدا قبان جمهور أهل العلم علماء بدن كل واسدا قبان أي كتابه حنفية أي وحي إليه فاتحة واجب معه وحمد لسان الحديث في نوجد بيين وحوي بعض أهل العلم كما دعا المسيء الصلاة مثل صلاة التحميين هاي نبي عليه الصلاة والسلام يسوى الصلاة برا الصحابة وحول ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ما تيسر بالفتح لمسي وحي كل ضريبا ألقى وحي تقاتل فاتحة يسور بكرة آية بكرة انتو بين اسكميين لكن انت واجب يا عيسى قرآن كوحد كم إذا إن الآخر يعني واجب لكن حديثا ما دام هو عادية أو نقصيها المسألة أو تعاديها حديثا الله قادم إياه ولا حديثا فتوى مسألة اللغات حديثا سيدا كم وقتا عام وحكية قصة صلاة السنة ينوع يدي سكن الدول إن سنوع لا تسور سورية قصة صلاة السنة حتى إنه إمام يهي يا إنه مأموم يهي يا إنه منفرد وصدح هذا حديثنا لما كان قارب لا صلاة صلاة الله صحيح ميسو لمن أحد واسم موصول اسم كموصول له عام حسب دقلية في إمامتها في مأمومتها للسكينية في كلمة سكينية صدح ذبا وحسب دقلية الحديث هو عام انتباه إني فاتح هذا الله المريم سيداتنا وسيدة الشافعية أي قضاء وأيليه فاتحة واجبنا وحي كتاهي إمامك مأمومك منفردك انت بواجب بكتب يوانوك لقاضي مأمومك إمامك كجبت كنية صلاة الجاهلية نقط وفي صلاة الصباح صلاة عشاء نقط وفي صلاة الصباح صلاة عشاء صلاة المغرب أما صلاة السرية نقط وقرآن كهوس لودي سيدة صلاة الظهر يسيع عشر ما كان قاضي ولما كان الوحي إلهين قفوا هدوم مأموم يهي وإمام كجبت كنية مطلقا في ديسا صلاة النقط الجهرية النقط أما السرية النقط لك رقاب المال فاتحدكم واجبين من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديثة تدرس قفت هدو إمام لي إمام كاسها اللجهر وميان اللجهر قراءة إمام كاسرة ما دام مأموم يهي لقدون ما قراءة لقدون ما فاتحة يترك رسولنا لقدون صلاة جهرية وقفت مأمومك إمام كقراءة سأل مغلية إمام كايا كفر هذه لكن أي كاي صلاة كله إمام كعسي شاء الله مقلي سيدا ظهر كري عصرك وحواجب قرآن إنه فاتحة لي مزايا واجب قولك ورمي إن وحوي قصها دون مأمومية مطلقا سيدا فاتحة مي واجب قولك النوع ضعيف لكن لما قول الصهاري قولك كرقابك جهرية ورمي هذه صلاة الجهرية هاي إمام كعسي صلى الله عليه وسلم غفرا وفاتحة واجب ميسو يشافعية ولا هذه لما قلي يهدي أن لما قلي لبضر وواجب لبضر الجهرية هاي إمام كعسي صلى الله عليه وسلم غفرا وفاتحة واجب ميسو يشافعية ولا هذه لما قلي يهدي أن لما قلي لبضر وواجب لبضر قول أي لبضر قول باس خلاف قول وحب بدين شافعية دليل كل وعدل وحديث الجليل سنة ووحي لي
وحل الدين صلاة إنان أنصحين قلت يا فاتحة الله نبينا عليه الصلاة والسلام مقال قاضي سداو بالحديثة وكله علمنا كلا وحيد علينا الله سبحانه وتعالى وحول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن كهدو الله أخريو لغيث أو أعمل وحنا إجماع لبسوا النقليين آيات داسين يبسوا درسي أما يشهر ليسوا القراءة في الصلاة صلاة الجهيلة أي إلا بيبسوا أو لغا أعملوا أي كتا صنفا إذا علموا إجماع الصنف إذا أوجد وحيلين أمر باسيه إلا أمر إمام سينا هدو أكل الجهرية صلاة الجهرية وحين نقول إساهدي قصوا إلى فاتحة الله إيماني إنا نكاء مسلم إمام سينا نكاء مسلم إذا أوجد أمر كاس أي خلافية كاسنا وحين نقول إساهدي قصوا النهي كل عيد أي نقول حديث عبادة بن الصامتنا وحيليه وحين فقه بين حالة كسوة هدي حالة الجهرية وحل أصل إيمانك للمغلية حل يدا كسوة هدي وقصة جسرية سكري أما الصلاة أي تهي سرية أي تهي وقرآن فيها للمغلي حالات النوعات إيمانك أصل سكري سكري أيضا فقه بين هذه الجاهلين حديث عبادة بن الصامت كيف تحد واجبكم معه لكن قلت إمامك كنقل واجبكم معه وحيثات تصيح السيين وحي لهذين قلت هديه إمام كنقل وحسن كلا نقل وحا بدأ قلت لغوك الليسو إنه يساقنا فاتح عليه وأي إمام wuxuu codka kor ugu qaadaya si dadku ay u dhageystaan isaguna codkiibu la imanay dadkuna maqalkiiba la imanay laakiin imaamkii codkii la jahrayo doonaya dadka inuu maqashiiyo isaguna inuu ku mashquulo faatixada akhrinteeda ta noocaasi waxay yidhaahdeen mid waxa weeye xikmaddii salaada loola jahrayo khilaafuna laakiin waxaa munaasiba in laga aamo haddii la yidhaahdo ma yidhaahdeen xilliyada uu imaamku aaminsan yahay baa laga gaarsiinayo waxay yidhahdeen sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la ogsoon yahay salaada haddii lala jahray waqti faatixada lagu dhammeeyo inaanu nabiga aaminsan calayhi salaatu wasalaam idan haddii la doonayo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam imaamku inuu waafaqana waa inaanu samayn faasil ama aamus deeqaya faatixada iyo wixii lamid sakataadka nabigu aamusayeyna markuu faatixada dhammeeyo intaanu suuradda kale u gudbin may ahayn mid faatixada ku filan sida la qiyaasay adilada noocaas ayay daliishadeen waxayna kala soo baxeen ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo culimadii mucaasiriinta ahaa oo albani ka mid yahay kaasay xoojiyeen oo inaan faatixada nala ابن باز يسقنا يدا وحنبلي أها ومثلا الشافعية وكثر الصناع حدنا وحاول حد الدليل كان إنه آلنا وحفظا من هذا الشافعية فاتحة حالنا بإنا لذلك أما صلاة الجهرية النقطة أما السرية النقطة لوضع حالة وفاتحة إلا لإيمان صلاة هذه الجهرية أي فاتحة إلا لإيمان وحا إما وضعك والدليل حديث سنن تبصرنا يا مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت وحديث ثاني نهينا وتبسي ثلاثين مع حديث مستقبل وحديث عبادة بن الصامت متفق عليه سنن عندها الوسائل واللفظ يلا ينوسه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحكم لكن توفيه كتب بحي سنن يا مسند أحمد بكتبين ولمدنا حتى بكتابات بعض أهل العلم والصحيحيات وحكمام لفظ جاسي أما سبب جاسي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلاة كمل إلى القراءة للجهر
أما صلاة الصباح في عشاء كذبنا نبي عليه الصلاة والسلام مركو الصلاة كبحي أي صحابة ويديه وحاول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ما واحد أخريا كان إمامك نجدات إمامكم ما واحد أخريا كان إمامك نجدات أيام يدخل قراءة الله إمرك قالوا نعم هذا إله صلاة الجهرية الأهل نبي وحول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا سداها السمايين وإمام تغطي سابيع مقليسان والصلاة ولا الجهرية إذن كنا كتب آخرين لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وحي فاتحة أعطاها وحي فاتحة أعطاها فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها محايا لي صلاة أنصح الميسر منك فاتحة أنصح حديثة وقعني الجمع نصفك يا مسألة ونصف يا هاي إمامك هدول للجهر قرآن هدول للجهر وعشي صلى الله عليه فتستمعوا له وأنصفوا إلا أمساء الواجب مقام وإمامك هو حوي السورة ذكر ذكر كنت السنة يعشي صلى الله عليه قفوا إن السورة ذكر بلاد ومحرم يد مقنع قال للسورة أما فتحدنا الله مع الظهر يد السيئة الصحيحة وواجب وحمد الله من الإنسان اللي قاعد يفوصل الله إمام خدير على ولا الضالين إن التجار في سنة الأول انت إمام قرآن مسلم أما إمام خدير دميو قراءة دميو انت أنا ركوع هدي وآمصة إن التجار أما إمام انت وآن سنة هاي حديث أما إمامك إنت وأن سيهي حديث استفتاحه وكل إراده إن فاتحة الإمام وإن كان إمامك الله إمامنا وقبنا انتظار مهمة وحي تهي إن أدوحوه فاتحة الإمام دواوه بعض أهل العلم وحي في المامين إمام وصل الذي يضع عنه نفسين يكون عرض كما علىها قصة كتل البحية يحب الضبط وحلق اليابان إنه أول وعين الفاتحة للإمام ولمن عين مرة روح السميات ولا الضالين انتهوا من الطرق وقف سورة كان السلسة مسلم لأن السمع عليه وقف حب البحية ولمن الإمام فاتحة إلهي يعلو السيئي قصي متكان السوه الرواية إذا حد كحر فرج وحد كحر فرج وقبع حب البحية إنه فاتحة للإمام حالك نوعاتا هذا الإسلام مقصر وأي كأسات إنه لن يماده وحين نقول يتواجد نوعاتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإمام إنه متابعيان وواد فاتحدنا وأول وإنه لن يماد فتلك النوع ما أن يقول له حكم يدك أن يكون تسوى بعضهم قيليون وأخذت فاتحدنا والله إمادا لكن تكتاوى على الله بينا ودهالنا قف نوعاتا حتى يسوى قفا عطيني واجب سهل واجب كنوعة وقطعية مناله حتى علي ما دام فاتحة كما قلت وهي من تقع قصة وإمام سيسي ولدت كني وحوي إلا إذا لكت علي سولدت كني يدنا وحلام إلى قفي هذه ركوعي وكسر قالوا يدنا سيدا إن بدنا وقلمة الحمد القضاء حديث أبي بكر صحيحة وإن تسوينا يدنا فاتحة وقطعية وسائرين إمام الركوع من كسر قالوا فاتحة يكون مقنتها ركعة وحساب سنة يجب بلا فاتحة صحيحة وحلنا كل نوع يا ربي فاتحة من الواجب سهل أي وحوي حفظا وأنا مسألة كل خلاف سيد حب بنيها ابن تيمية رحمه الله تعالى وحاول الماما إن أيتها المسألة علم وإيكوك ركبه وليسو خلافية يضع أيتها ولبنا من مهمات المسائل مسألة أدمه مؤى وقصة تنسان في صلاة إيكوك ركبه وليسو خلافية يضع أيتها ولبنا من مهمات المسائل مسألة أدمه مؤى
وكسر تنتي صلاة أما الركن بالصلاة داها شهادتين تكون إليه كسر ومسألة علم مع ذلك علم الوالد اختلاف العلماء هذه المدوى لبدل الأولية هي ورحمة واسعة إجماعهم اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة كذا ابن قدامة ومغنيسة يلمحة الاعتقاد كذا لبضب وكسر يعني وحي يكون خلافان خلاف كاتو يعني معتبر ولا تحجرين أيه وأن حريص لواسعين يعني إلا يكون الصدامة قصوا قوضة وكفا عوض لكن وحي يكون فقوة حجة قاطعة وعلى خلاف مسألة ومسألة حديث عبادة بن الصامت في الماضي وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي وحواها يقرأ متكو أخرية الركعتين لبض الركعة الأوليين الرئية من صلاة الظهر صلاة الظهر بفاتحة الكتاب أي أخرين النبي يو السورتين لبض سورة أخرى يطور ودرين النبي في الأولى تكوان ويقصر وجادل في الثانية كاللباط وفي الركعتين لبض ركعة الأخرين الضمب بأم الكتاب أم الكتاب أي نبي أخرين أو فاتحة وكان وعها يطور مثل رياءها نبي في الركعة الأولى ركعة هراء كوان في صلاة الصبح صلاة الصبح هاتي ويقصر وجادل في الثانية كاللباط وجادل حديث أبي قتادة ويسمى الصحيحين كتبا وحكتها بسنها القراءة في الصلاة صلاة وحل آخرها وحكت الإمام النبي عليه الصلاة والسلام أبي قتادة إنه نبي لازميا وعادة سؤال أهي وأحوال سؤال أبضني إذا كان وفعل لغدا بالسيئة لغدا قاضي إنه نبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهور لفظك لنا واحد كل من صلاة عصر لبضا ويستحقه نبي إنه كو آخرين لبضا هوري فاتحة سورة كلا لكن علماء وحي كوا فقين إنه سنتها يعني إن لغدا بديا إنه سنتها وحنا لغدا بديا إياه ركعة كواد يصلبات فصدحات يتأفرادنا نبي حقوق السوميين فاتحة أخرين نبي لحال في سورة والصلاة هذه انتهي صلاة رباعية هذه انتهي أما صلاة جهرية انتهي وفاتحة لسورة كلمة لينا أما صلاةها أفر سأل بدو الضمبه هي صلاة الصبح لا وصلاة المغرب كذا صبحات وإن لغوقها صلاة فاتحة أخرى ثم معها إن وحول السورة كلمة لينا لكن واحد سنة كوانية اللباس إن لغولي ما جو سورة لباس آيات سنة سورة سنة وحيتهاي سورة سنة وحيتهاي وسنة واجب حديثنا واحد مكفاهمنا سورة كاملة إن ليما أو السورتين يعني لبضع ركعات وتكوانية اللباس لبس سورة وبمعنى كاملة أي نقول الإيمان مدول بسورة نقول الإيمان هل علماء وحقاقاته كذا هبون أفضل كاه وانا سنين إيساهي سورة كاملة إلا الإيمان وبمعنى فاتحة هذه السورة كالذي وحد سنين إن يهبون كاه سورة كاملة إلا واحد وأي كهبون كاه سورة لا إن وحنا بسوقها أما بلوغة أما تحدحاتك أما دمارك أما صدحايا ويرسل وحكمنا سورة كاملة للمريض وأيضا سورة تعطي وحنا غير بقوم الاتصالي تحناها هاي أما معنى أي سجي سورة داسي وحكمنا قصوا إنه الذي ما جر وتسلع عن سورة داس عن استيعاب وفهم لو بصمه واحتمال الموت فكالي
سورة كاملة تتعدد مقاسيسه وأضلت معه أما أريد نفسها بعض مقاسيسه هذا سليلة كنيسه وحين نقول إيسا إن السورة وكاملة ومعنيه لي وأنه الله تعالى إن أضلت وأسرائيل وإكهاد حسن حديثا ولد فهمية أولو دلسين إن آياتها كي كاملة لغا توقع وسورة لك لقيمية أما آياتها أيضا لتوقع بهذا حكم كيد محياها وحلنا هاي ومد بنان ويسكب بنان تهي نبينا عليه الصلاة والسلام وسميه يعني حال في سبع بطنان لكن نبي عليه الصلاة والسلام سنه محل واحدة صلاة الصبح ونصوت قل يا أيها الكافرون يقول هو الله واحد قل يا أهل الكتاب تعالوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا رواية لنا فلما أحس عيسى إلى قوله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحديثة في نصر ماما يا مسلم بكتب بينها نبغي صلاة الصبح إنه الهدي والسكني تكوّاد من كل منين هل آية من السكني طلبنا آية السورة البنية سنة صلاة الصبح وصلاة ما هذا المجتهد السنة إليها قاعدة وحي سهل صلاة السنة يحل وجتمي صلاة فرل كائن والله فرل كوحل وجتمي صلاة فرل كائن والله فرل كوحل وجتمي أنا سنة والله يحل دليلوك كالقاضي أفرق لهم وأن الصلاة نحن كقاضنا إلى يتكبرنا نبي عليه الصلاة والسلام سيدة وسلمان وحديث عبد الله بن السائب مسلم كتبنا سورة المؤمنون أي صلاة صبح نبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ذكر موسى وهارون أخذتهم بعلة فركع نبي مرسل قال قصة كتاب صنعي نبي موسى نبي هارون أي نبي قطع بعض السلسل نوار الصعاب حديثنا واحد لقد قال سورة القيس خمسة لقد توقعته إلى البنان أما قلت شعاري عن سجد سمعيه سيدا قل يا سورة آياتها المسلمين قولوا آمنا بالله يا آيات كلامنا أما حقوق بطريقة وقابية أما حدث يقطع يدال يوحي الله يحققه إنه إسكت وقابية أو قيد خمسة بكسو كذا يدنا ومثلنا مثلا لا تكون مسألة أو سورة كاملة يبعض السورة لبضوا بعض أي بنائه لكن أي مرنفة سورة كاملة إلا بنائه فحكرت تلمامنا إن وحوي السورة اللفتة إذا لقصوا العلية وقصوا رقعد الكوات وتحدب الليل في اللبعض وحكدد والضحاء في كوات وحلي سورة اللبعض وفتحدث الحسين والضحاء كدد رقعد اللبعض وقع يضنا وحكدد والضحاء كدد يضنا ومن السبنا وآيه حديث وحليه فاتحة الكتاب هي السورة الليلة ومن برنامج أحاديث لنا وإنه إما دكتور كفاية السنة يعني السورة اللي بتوع العليا ومن يدنا وحوي البرنامج إلا بس سورة مبلغ القيامة ورقعة الكتاب فاتحة الليل وحسد وقفين قل والله واحد يقول أعوذ برب الفلق أي السحسي ويسد وقف يدنا من وحوي البناوي نبي عليه الصلاة والسلام إلى حديث عبد الله بن مسعود صحيحان كتبنا آيات المامية صلاة الليل كها قصة صنعه لكن قاعدة مسلمان وحي كهي وحي سنها كتبنا بي فرل كنا وكبنا أصل كنا وإن البنان كهي إسكال مسلم متى يتكلم حديث المامية وحي كهي صلاة ركعة كواد يتطلبات إن الله سمين تكواد طلبات وإن الكبرانك وأنا سيد النبي عليه الصلاة والسلام حال في سوء أبطنا وتكواد طلبات وإن الكبرانك وإن بدن وحكد على المرض
ركعة كواري مدفع كنت في عما يتساءلون طلباتنا وحامين أما قاف سورة خبر المسلم أما تكوان وقدر يقول والله أحد طلبات قل يا أيها الكافرون وقدر سيدا حبونا السنة النبي عليه الصلاة والسلام وأبضنا حديث النبي نوت الماما يطول في الأولى ويقصر في الثانية وأيوه فعسنا الله صلاة جلي بعض أهل العلم وحي لأن تكوان في الأولى ويقصر في الثانية وأيوه فعسنا الله صلاة جلي بعض أهل العلم وحي لأن تكوان وحلوة دارين سيدتك والجمع ولسه جارة والصلاة ولسه جارة وحكرا كتبا ومعنيات كتبا فاتوا إنسا نكاتين الصلاة والكفر كتباهي دارين تتكوان إلا غير طلبات فتوى السود دالية إلا خطيب لكن إلا عكسيا وانا كده الاسئلية صلاة الليل خادمة كنت نقول في المسجد إذا افتتح أحدكم صلاته بالليل فليفتتح بركعتين خفيفتين وفي صلاة الليل هذه كنت لبرك عظم خفيفة عقب العظم كجبنا سيدي وجهك لها وجهك معناها نوعاتها أي اللي وصل هذا علم الإسلام وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يقرأ من أخرية الركعتين لبض الركعات الأوليين هرية من صلاة الظهر صلاة الظهر هذين بفاتحة الكتاب فاتحة الكتاب والسورتين لبالسورتين حديث أبي سعيد مسلم كتبا وحقوق قياسين وحل وحن حقوق قياسين من صلاة الظهر تكوات وحن حقوق قياسين من صدن آيات فحلموا قدر 30 آية طلباتنا وحن حقوق قياسين من سنة 8 آيات صلاة عصر كيدا كوادي سنة 8 آيات بن حقوق قياسين كيدا لباتنا تركين تطلع من 6 آيات أيها حقوق قياسين وحن الله كلمامي تكوادي طلبات الله كلمامي لكن لبانا الضمبه فاتحة بالغ قابنا ويدا فاتحنا في هذه الواسطة يطول وجهه في الأولى تكوّن ويقصر وجهه في الثانية صلوات وفي الركعتين الأخريين لبر الضمبرة بأم الكتاب أم الكتاب هي فاتحة الكتاب ومقعيه أي سورة الفاتحة لها فاتحة الكتاب محل أمر جاي كتاب الله يلقى وحكى الله لهم بالعظيم صلاتنا ولهم بالعظيم صلاتنا ولهم بالعظيم لا تفتح لهم العظيم أم الكتابنا حلهم العظيم هو يوم الكتاب يا يبا وأوريك يا ما يهرين ترى بالسلام حاجة في الكتاب الناس اقرأ لك في سورة الله نعم أم الكتاب يعني أصل الكتاب أم وحل الإله سيدة أصل كوأة نبه ينكر ومثل كثر كني وهي أصل في الناس وهي هوجر معاني القرآن كتير أيها وحى لغوة لغوية فاتحة لغوية جاءت أم الكتاب له معه وكان الله يطول من درجة في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر وجاهله في الثانية صلى الله عليه وسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه نجد أيام مقلب يقرأ سبق آخرنا يتم المغرب صلاة المغرب بالطور سورة والطور لله حديث النبي في المامل نبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب أو صلاة أدخل للجهر وحيابها وكنت كريين يكمل هاي سورة الطور حديث كننا وحكوث الصناء جبير بن مطعم أيها وحا يمين مكة مدينة يمين إسرائيل قال كدنا وحا المغلي نبي والصحابة في صلاة المغرب وحا نكت سنة سورة الطور أي نبي كت سنة
وحنا كم بيها مسألة مصطلحة علماء إلى هذا منكم إسرع قال إنه حديث مقلوب كذبنا وصول إسلامه إسرع مسلما حديث إنه بالبيو من البرنامج صاحب إجماع المحدثين أو جبار بن مطعم حديثا أما فعلا وحاول لكم الميت إسرع قال حل لو وصول بالدين يصحاب كان عنده بالدين يمنى وإسرع مسلم ومن برنامج علمه الطبي لها هذا حديث مغلوب استوى قال جارنا وجدليه ولا أكبر استوى قال هذا حديث مغلوب أما استوى فاسقة كذبنا وجدليه استوى عدلية أما استوى مسلمة حديث استوى الأفضل ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى كملا يقبله الجمهور علماء الجمهور هو أفضل يعني محدثين تبدل الكون وأخبرنا المعنى والمسلمين حديث النبي في الصحيح وقنا كلمانه نبغى أحيانا اللي يدا قاركوي سورة طور ليلاهدو قاركوي سورة طور ليلاهدو وكمل طوال المفصل مفصل تسوه بقاده كمل إنه نبغى أحيانا كتير أصل كنا وحاوي هاي إلى حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة إن الثالث كتبنا أحاديث لو فضلوا فعلا الله قامت وحاول كلمة يعني أحاديث كاسي نبي عليه الصلاة والسلام حال كيسو إنه أفضنا شمس الصلاة هديو سكني صلاة الصباح إنه كسكني الطوال المفصل سورة ذا مفصل كاللو يقانو كوة تعبير النبي كسكني صلاة المغربنا بقصار المفصل سورة ذا مفصل كالليلة كوة وكاتابا صلاة عشرة كوة احتحاك صلاة ظهر يعصرنا يغنى عشاها أي لمن لا بقام إلى سورة الناس إلى مشروعنا من الحجرات إلى الناس نوال سورة قاف لقد بلاده إلى سورة الناس انت مفصل بلد وقرآن مفصل يعني واجه قائمة أو سورة واجه أو بسم كاسر قائمة يوكر السرعية سلاة مفصل لهم العام وقرآن كالسوء عنه مفصل كان وحوليه الحوات هو تعبير بوليه وقاف لقد بلاده إلى عما يتساءلون وطوال المفصل قاف لقد بلاده إلا عما نبغي حكومة كمية صلاة الصبح حال في تسيده أمرنا مخرج كانوا حكومة كمية اتصال المفصل وسط صابر احتحاكنا وعمل لغا إلا والضحى لرجال سبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج عبس والليل والشمس وضحاها عما يوضحا كون حيث والاحتحاك مفصل عشاء يا صلاة الصباح عشاء يا صلاة الظهر يا صلاة عصر النبي الكريم صلاة المغرب وحكم سكنين كوة الدجاوة ووضحا لغد بلاله إلا الناس لرجال سورة الناس حال كنبغ سيدا فوق ضمنا حديث سيدا يدخل عنه حديث كريم محمد قنش في خلاف الماية سورة الطور محمد قنش معيد الجيش طوال المفصل بالجيش صحيح علماء إليهن أحيانا ويتكبرنا عن الجيش صحيح علماء إليهن أحيانا ويتكبرنا عن هاي إنه قصد الليل أحيانا لكن سيدا ظلمنا سورة الطور يوحي الله أحيانا وحلمنا والنبي قد على سيدة البخاري كتبا سورة الأعراف إنه صلاة المغرب تاثر البخاري كتبا يدنا والصحيح يدنا وأحيانا حل إلا الصلاة هذه الجمع هو حول المسلح السنة وهذا الجمع عن دكتور السفران وأيوكا يدل يرضى يذكر الدوائيين ذكر الداهيين شاء البدويين ويساعدك يعرفك للمسلمين لكن طلبة العلم يا أما التجارة وهو حوالي اسأل وحال كل وإنه تنوعك ومن بنان
أما إن سنها لطبقه أي وحوية مناسب كتاه شيخ الإسلام ابن تيمية يعلي مثلا ويطبقه أو واحد أعرف اللي يدى قارئ ذكر كل شيء أعراف من كل شيء لكن شبريل الشيء رأيين نقبل هذا أعراف هذا حال فاخر الجوين سورة الطور نوالمي ويدنا أحيانا إن الذي ماده أيين تسلسل لكن حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبرنا معه وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي كان وعها في سفر بطب رسولنا فصلى واتكذي العشاء الآخرة صلاة العشاء تنبه وحسيدا لولي صلاة مخرجنا عشاء والغم مدعابا ولو نجلات ويريد يعني عشاء الغم مدعابا لا تغلبنكم الأعراض على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء يعني أقوم مدعابنا فحوية صلاة دينا عشاء صلاة دينا عشاء صلاة المغرب عشاء أقوم مدعابنا عشاء أقوم مدعابنا النبي عليه الصلاة والسلام والدين لكن لقاءها وحين هذا قصة الماني صلاة المغرب هي صلاة عشاء لغة لوضع عشاء إليه حق اللغة مثل ذلك لقاءها إذا أول مغرب كنوز النقايا العشاء الأولى عشهنا العشاء الآخرة وعشاء صندق يعني وإن الله بطلن بالذيلية لكن إن أحيانا لغمة على صلاة المغرب عشاء واحد كارك مصرنا العشاء الآخرة صلاة عشاء صندق فقرأ وآخر النبي في إحدى الركعتين لبض ركعة مكملة بالتين والزيتون سورة والتين والزيتون لجاهده فما سمعت من مقلب أحد أحسن صورة صوتا عظ أو قراءة أما أخرين منه صلى الله عليه وسلم نبي حديث حديث نوح المامي نبي عليه الصلاة والسلام إذا براء بن عازب الشيخ نبي يسوى سفر كبرى سغن إنه صلاة العشاء لبضي الركعات عدك للجهر ومكملة إنه النبي كمق ليس وضدك في الجنية سورة اللو يقانون والتين والزيتون جنية سورة اللو يقانون والتين والزيتون والتين والزيتون وحي كم التهي نوعي وحي كم التهي اتصار المفصل كتكون كتاكابا هل كاتنا واحد تقول السغن حال النبي عليه الصلاة والسلام سيدا الضران إنه كنت كان وحوي مفضل تكوي كتحدحاتك في حديث معاذ فإن وصف رأوس المعنى اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى يسور ظهرا صغار نبي مدعابه وأوصف المفصل ومفصل كتحدحاتك لكن أحيانا مفصل تكون كجاجابا اللي قلت فيها إنه بنان تهي أي حديث من أوصاله والنبي عليه الصلاة والسلام أي كسبنتها معاد وحوليه هي الصلاة والسلام أي كسبنتها معاد وحوليه هي البراء بن عازب وحوليه كما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه هل كان لهم معنى أن يكون بنان أوضع إن شكل لغبه أو صوت كي قراءة ويكردوينه أوليه أحسن صوتا إذ عدوانك أو صوت كاتوية هاي عدك معانيه قراءة ويكهاي أداء لتدويس مددك يسير أولا إيمانا قراءة الوقار الله رضا بكتك السنة يعني إذ كونك حد عدك أما تكتك يوليه هاي كتدميج أداوات واحد رأي احتمال كان لابد وإن يكونيه أخنا واحتمال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بوجرين على سرية جوتا يقدر وبمعنى مسؤول غد
سريو وحل إلى هذا قاء إذا كسمده وإيمانك وحوي دقالك وأجريه إيمانكنا أكباقا سريو وحل أمر عاوي إما من السري إلا ذكاني أو أحسيب قارئة لمن كان نوانمان إيمانك وحلاني وحوي إيمانك وآن الله فلسبع وحلاني أي سري الله أمر أما من السرية بالغة إن يهين ذكر السعودية إن يهين ذكر السعودية أو حوالي يدعو أن لأغي أي بحيان وعدد وأيكوك منه أي من الخفاء قرصودين والله بكاني إذا نولد معي فكان وعها نكت يقرأ من وقرية لأصحابه في صلاته صلاة جودة أسسنيه أيو أهامد وحو آخرية تفعل كل مسجد يقرأ القرآن أيو آخرية فيختم وحقو ختمه بقل هو الله أحد سورة قل هو الله أحد لإلهه أيو قرآن في سوتك ختمه فلما رجعوا مركز الله كفر نغذات ذكروا وأسد ذلك أرنك وحي أسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أسد الله عليه وسلم رسول الله أسد يبقى كذا عظمه قال من كاتي هدونا تسينيه قرآن كان أول آخريه وحكته ختميه قل هو الله أحد وحكته ختميه فقال وحر النبي صحابه وحاولوا يسألوه ويجيه لأي شيء لا يصنع وأسمين لذلك أرنك النوعات يعني توسطك للشيء ويجيه ما نقول عليه الصلاة والسلام فقال مثل وحاولوا سواد لأنها يد صفة الرحمن الله الرحمن فأسلمان تسوي وبمعنى إشاهر ليس فأنا أحب وحن شعرها أن أقرأ بها إن أنكو أخريه صلاة بحرية بمعنى ركعتك السنة أنكو إماده إلى صلاة شعرها عريا هاي وشيغل من الله عليه الصلاة والسلام حديث كمنا وفتل ماما مسألة الضافة كتابا هدوء نزول السابنة وكتاب سنة وحايفة هاي إن لغولا إيمان أيها فاتحة هذه للي ماجه إن السنة هي قرآن كلام للي ماجه هو نقطع لنا حديث هو وحنك السمين وحكى الله قادني إنه قصد لبط وريوط للي ماجه يوم إنه البنانة وإنه السورة للي ماجه إنه السورة كذبت كينا يقول هو الله أحد مثلا أنا أتفايد سنين ومثلا هذا المسجد يضغين المدبر ناصر وركعت الكوالي بكل ما دوا الضحى مثلا صلاحان ونكدل بإيوس قل هو الله واحد ونكدل بإيوس قل هو الله واحد صلبان وكنت وكنت سيوس إنه يغنى قل هو الله واحد كدل به فعل كنوعات من صحابة كم جاهد السمعين نجد أسرغي وآن فقطا أي حديث مصر كنوعة نتكبرنا انتهي ونكفى إليه يعني لبصر الله إلا كل مليون إن قلوا الله واحد لجسر عليه أما قرآن هل الصعداء مثل هل نقصه أما سورة هل نكفى فضل قبل إن لجسر عليه كنوعاتنا حديث ولا نفى إليه وحكى ولا نفى إليه يا يوم مسألة مهمة وحي كتابا قرآنك صلاة الأولى أخرين كنوع عاسين وأصل فيها إنه البناني وفعل كنوعا مركو صحابي السميين مثلا يجد والبعض وكل رب قل هو الله أحد واحد من ذكاء ما يعرف إذا وجد ويتقصه نبي عليه الصلاة والسلام مركو الله الشهدين نبي كما قبصا أو حوي كما النقديين فعل كنوع عاسا وأبني النبي عليه الصلاة والسلام
هل كان واحد لك قادنا النبي عليه الصلاة والسلام وقت القرآن الصمين معناه إنه أهل سيدة إنه بدعية إنه لك قادنا مثلا وحد الصاروة بعض أئمة قارقون وحي السميان صلاة الجهر جاء إنه قرآن كتب وهذا إن كنت السيوف isagoo doonaya qur'aanka inuu dhammeeyo ujeedadiisuna ay tahay qur'aanka oo hadba in ku tusiyo isagoo doonaya qur'aanka inuu dhammeeyo ujeedadiisuna ay tahay qur'aanka inuu ku xifdiyo ama uu ku isqaaniyo ama uu ku dilciyo wixii lamid oo uu ku qayo ay waxyaabaha qur'aanka lagu sugo waxaa ka mida in lagu tukado ayaa ka mida نوعاتا فتقار باكها الله قول النبي مصمين وانا بدعو فحلاه النبي عليه الصلاة والسلام حدين مغسيله نبي مصمين وعباداهان ومصمين واسع ونكون عبادان وغلسيله إن القرآن كالصلاة فرق كابك كتب مهيه فنوعاتا وحلاه وبدعو ضمنها وكتب من يهدي العبادة لكن الجدد هذه أي كاهي قرآن بين الرحل الضيوف فنوع صرح لنا هاي وأصل في الصفنا وصل يقبل معنا إنه معلم بآية كتسليه آية يسيحبه يسكد بحره وهي في صلاة الصباح كتسليه عشيها فيه خطار فنوع صرح فيه يمنا وأصل الصفنا لكن قصد معينة العبادة جاء مغسلين هدو مغسلين فالذين يتهاتفون أما حفظ يوحي الله يهديه وغسيله عبادة معينة عن مغسل قصد معين عن كراهين فرق في القرآن وقدم مايو عن مغسل قصد كنوعات عبادة عن وحلنا أصله وإن البنائي حديث كنا والله قارنا قال صلى الله قارنا أنا وحي تهاي فعل كنوعات الصحابية في اجتهاد نبي كمهم إن سورة والبلغة التي يقول هو الله أحد إن سورة والبلغة التي يقول هو الله أحد وحر الصبيان نبينا عليه الصلاة والسلام أحيانا يكفى يسمى سورة وحكمها قل هو الله أحد فضل أيضا نبي تفصل المعنى حديث صحيحان كفتوغا سورة القرآن القرآن كفتح مالون هذه الله قيمية مال كاملا ينتهي أي أنه مسلم مع أحاديث صلاة صحيح وحنا كهر ليساوي سيدا لولي يهي قرآن تصدح نوع وكهر له أحكام الدنيا الفقهية وكهر له الأحكام الفقهية صلاة وصوم في حج وسلم وحكر كهر له الأحكام الأخروية أحكام القيامة بشر كالنظر النار في وسلم كان وكهر وحكر كهر له وحي إلهي السلمانين تكسر صدح لنا أبوكم قل هو الله أحدنا وحي جاءك أي كهر ليسو إنه كتوى إليه وحن قرأ حديثا تفايد السنة صفة المحبة إلهي إنه الشعرية هاي قدر من يستوى المناسب من الشعرية حيابها السنة ينهى أما أسباب سيدنا ولدت تفايد السنة وصحابي لن مرتو السلمان قل هو الله أحد إنه الشعرية أما هل إذا نقول هو الله أحد كل ساهم في الشعرية أما هل إذا في المامة قصبنا إله اللي في المامة أي الشعرية هاي إله السلماني تهديه الشعرية هنا إله الشعرية هاي إذا أولي إله الشعلا كان إلهي والشعلان معناه نوعاته آيات الصبح يعني إله السلماني سورة بشهر بنتي الشعلا عليه معناه كتب بحيا وإن إله الشعري إلهي هديه الشعري والشعري يا هينا نبغوح في المامي إن الله سينا يوم ولا جارسين يوم إلهينا إنه الشعري هل كان واحد كتب بحيا إلهينا الشعلان يوم عدي الشعلان الشعلان لكن تعيد قلبك وكريا معه قفك الشعري هو أطيعه وهو مقلق تعيد محبة يا مقل وهليو يا أطيع كان وهليو
محبة نوعاسة أيا شعيرك ألنا اليوهي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ نبي معاذ وحاوكله فلولا صليت أي هلا صليت مياه كتك بسبح اسم ربك الأعلى سورة الليل قائمة والشمس وضحاها سورة الليل قائمة والشمس وضحاها سورة والشمس وضحاها ليلة مياه كتك والليل إذا يغشى مياه كتك فإنه محايا يصلي وقتك ليل وراءك جباك الكبير في وينه يوضعي في حمسان أما في تاكدرنا يود الحاجة في دمته صاحبكها انت وقود بسكنيا سورة الله نوعات في السكر حديث معاذ حنم رأينا صلاة أفتان أنت يا معاذ ومن فقط حديث كاد وفي كتاب صلاة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إنه النبي قال لك كان هي صلاة عيسى صمد صلاة عيسى وأيضا وحكم إلى الصحابة القرآن وهي قالنا أي كمدة فإنما إن الله حمد واحد عري سورة آل الأربو بلاد سورة البقرة أي بلاد صلاة عيسى من تكي كمدة وهو حويه حاشو أمد الله ومصلين كمدة أي صلاة عيسى markuu salaadii kaga baxay oo ninkii salaadii inta uu ka doortay keligii uu tukaday ayaa Mucaad loo sheegay dabeedna Mucaad ninkii buu maagay oo uu canaan ninkii baa loo sheegay waxa la yidhi Mucaad waa ku maagay goorta salaadii ka doortay ninkii baa nabiga u yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo istakoon oo waxa uu dano badan baanu leenahay wa innaa nasqi binawaadixina wa nacmalu biaydina shaqooyin badan baa na sugay isaguna suurad aad u dheer oo aanaan waqti u ahayn buu nagu bilaabo suurad aad u dheer oo aanaan waqti u ahayn buu nagu bilaabo kadibna danaan sugaya salaadii waa ka doorsanaya ayuu nabigu Mucaad inta uu yeelay uu yidhi afatanu anta ya Mucaad ma fitna walaa tahay Mucaado saddex jeer buu nabigu sheegay alayhi salaatu yacni ma dadkaas salaada ka fitnaynay waa taa ay samci ka doorsanayaan bal waxaa laga yaabaa samca inay ka baaqdaan oo ay kaga tagaan oo ay ka baaqdaan ma dadkaas fitnaynay nabigu waxa uu intaasi waa xadiiskooda kadibna taladii nabigu uu soo jeediyey ayuu shiikhu qayb ayuu soo qaatay oo waxa uu yihi hallaa sallay miyaad ku tukad oo dadka aad ku tusisid awsadu lmufasal mufasalkooda kuwa dhexdhexaadka ah oo nabigu saddex uu ka tusaaleeyey saddexdaasina وسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى وسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى هي سورة الشمس هي سورة الليل انت وصلنا هذا صوت المعنى إلى أوصد المفصل به مفصل كقوة الإحتحاس فصلنا بكل الدليل عليه الصلاة والسلام كان معناه إنه معها نبي إنه ليجهي صبح دبقل أو ضبط الكسوسي صبح اسمه يو الشمس يو الليل أو رفع كسوسي لو رمسي ويا أصل وحاوية وولي إنه يسمع فإنه لكن هذا اللغة مسلم ووضو بمعنى أول يعني واحد كسوسي سبح اسم ربك الأعلى أو الشمس وضحاها كسوسي أو الليل إذا يغشى أما والليل إذا يغشى كسوسي فصل معناها اللغة إذا إن دخل معناها سنة ومعناها نسوة الإمامين أو صلاة العشاء ظهر في عصر نوالمي سورتها التحتحات كابتة نبي قلت هو السعدي ووصلنا بالسعديين إن وحوي صدق خدم بيا أي كردوينه ددواوين بحمد وواليره وحكمد تضحن السنة يضعفاء وحكمد تضحن لبا حمد إذا وجد إن الله صوب قابيه أي من بعد الصلاة والسلام والسلام وصور الله النعاسة وحوية دخل بسيسيه باقين وضماضيه في المنطقة الكريمة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم